زي ما عرفنا مع بعض المضارع البسيط اللي هو بيعبر عن شيء بيحصل في العموم او في المطلق او كده هوت، لكن انا دلوقتي عاوزين نعرف مع بعض المضارع المستمر. يعني ايه مضارع مستمر؟ مضارع مستمر يعني حاجة بتحصل دلوقتي، at the moment، دلوقتي. for example، دلوقتي انا ماسك my pen وبكتب دلوقتي، هقول I am writing. I am writing، مش I write. I write ده مضارع بسيط لكن I'm writing ده مضارع مستمر دلوقتي. I'm writing يعني دلوقتي أنا ماسك my pen وبكتب دلوقتي. I'm writing. I'm reading. I'm reading. I am reading. read يعني يقرأ. I'm reading يعني أنا بقرأ دلوقتي. I am reading. يبقى المضارع المستمر بنجيب السبجكت والفاعل اللي هو I، وبعدين بحط verb to be اللي هو I بتاخد am، والهي والشي والإت بتاخد is، والوي واليو والذي بتاخد are. تاني، I بتاخد am تبقى I am، اليو بتاخد are، he وشي وإت بياخدوا is، he is. يبقى أقول I am writing. I'm writing. I'm writing يعني أنا بكتب، بس إمتى؟ دلوقتي. دلوقتي. I'm writing ده مضارع مستمر يعني بيحصل دلوقتي. I'm writing. I'm writing. You are writing. He is writing. She is writing. We are writing. يبقى في المضارع المستمر اللي بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي بحط السبجكت والفاعل اللي هو I أو you أو he أو she أو it، زائد verb to be اللي هو I بتاخد am، والهي والشي والإت بتاخد is، والباقيين كلهم بياخدوا are، وبعدين الverb plus ing. يبقى write تبقى writing، speak تبقى speaking. لما أقول I'm speaking، I'm speaking English، إمتى؟ دلوقتي. يبقى I speak English دي مضارع بسيط اتكلمنا فيها قبل كده. I speak English معناها ان انا بعرف اتكلم انجليزي، في العموم بعرف اتكلم انجليزي، لكن I'm speaking معناها ان انا بتكلم انجليزي دلوقتي، at the moment، دلوقتي. ده فرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. المستمر حاجه بتحصل دلوقتي، لكن المضارع البسيط حاجه بتحصل في العموم. نفتكرها بكده. I speak English معناها ان انا بعرف اتكلم انجليزي عموما، ده مضارع بسيط. لكن I'm speaking English امتى؟ دلوقتي. ده الفرق بين الاثنين. وستيب باي ستيب هنبدأ نتمرن اكتر في الجمل على استخدامات ده واستخدامات ده. احنا فهمنا الفكرة الأساسية، بس ستيب باي ستيب نتمرن على استخداماته اكتر. Good luck.